معكم دكتور فؤاد خوري، أخصائي مسالك بولية وأعضاء تناسلية ومدرب على الريزيوم ثيرابي، اللي هي تكنيك أو تقنية لنعالج تضخم بروستات الحميد يلي رح نحكي عليها اليوم. وأعطيكم خبرتي يلي هي أكثر من 300 عملية ريزيوم بين دول العربية وأوروبا. أول شيء مثل ما قلنا، هالتكنيك أو تقنية بتستعمل لتضخم بروستات حميد. شو هن أبرز العوارض اللي بيكونوا؟ أبرز العوارض بيكونوا انزعاج بالتبويل، فوتات بالليل على الحمام، تقطيش بالبول أو حريق بالبول. كل هالاشياء هن عوارض ممكن يأثروا على حياتكم اليومية، خاصة أومات بالليل، لأنه الشخص بس يوعى 3-4 مرات بالليل تاني نهار ما رح يكون نام مزبوط وحيكون تعبان كل نهار. إذا أنتو عندكم تضخم بروستات حميد أو بتعرفوا حدا عنده هيك عوارض، هيدا الفيديو لإلكم. شو هي تقنية الريزيوم؟ هي تقنية بتنعمل بالعيادة أو من دون غرفة عمليات، يعني فيها تكون باندوسكوبي سويت، وإجراء بياخد 3 ل5 دقايق. ما بتتطلب بينعمل بنج عام او بنج نصفي، بتنعمل تحت مخدر بسيط كيف شخص بيعمل نضور للمصران، ذات الشيء، ولكن هون الوقت اقل وما في اي جرح، والشخص بيرجع على بيته تقريبا من بعد ما يكون ارتاح ساعتين. واعملوا حساب ما تسوقوا انتو بالرجعة على طول، جيبوا معكم حدا ليوصلكم على البيت، لان حتكونوا اخدين مخدر كرمال سلامتكم. لمين تقنية الريزيوم وكيف بتشتغل؟ أنسب شيء بنستعملها لأشخاص عندهم تضخم بروستات حميد من بعد عمر ال40، وخاصة إذا صغار بالعمر بالأربعينات أو الخمسينات وبعد عندهم حياة جنسية أكتيف كتير، لأنه الريزيوم بتحافظ على كل أداء خاصه بحياة الجنسية، يعني ما بيتأثر الأزف أبدا، وأهم شيء إنه ما بيتأثر الانتصاب. بنستعملها للبروستاتات من حجم 30 ل 80 جرام، ولكن بحالات استثنائية خاصة عند مرضى الكبار مع تقدم عمر. إذا الشخص ما بيتبنج فينا كمان نستعملها بحالات استثنائية لأحجام أكبر، لأنه إذا شخص ما بيتبنج وحاصر معه البول وما عنا غير حل فينا نلجأ لهيك إشي. كيف بتشتغل بملخص سريع؟ الريزيوم هي ضخ بخار بقلب أنسجة البروستات يلي سادة المجرى كرمال ندوبها. والريزيوم كمان فينا نستعملها إذا الشخص عنده ميديون لوب، يعني تضخم حميد طالع بنص المجرى. كيف بنعمل الريزيوم بروسيجر؟ النهار اللي عندكم الريزيوم بتيجوا على العيادة أو على الأوت بيشنت سنتر على الريق من دون ما تكونوا اكلين. نحن بنعطيكم مخدر بسيط كرمال أول شيء تروقوا أعصابكم. بنحضر اللي لازم يتحضر أكيد بطريقة معقمة، ومثل ما قلنا ما رح نستعمل لا بنج عام ولا بنج نصفي. منفوت بابليكيتور الريزيوم بواسطة كنال مجرى البول، ومتى ما وصلنا على البروستات بنعمل حقن البخار اللي بدنا اياها. اجمالا حسب حجم البروستات بينعمل من حقنتين بخار لممكن نوصل ل6 أو 8 حقن بخار لندوب هالتيشو او هالبروستات يلي ساد المجرى. كيف بيصير هالشي؟ نحن بس نحقن البخار، هالبخار رح يقتل الخلايا الموجودة بالمنطقة، وبعدين هو جهاز المناعة رح يروح ياكل هالخلايا كرمال ينفس البروستات ويرجع ينفتح المجرى. لهيدا السبب اول كم يوم حتورم البروستات وتكون كبيرة، مشان هيك بنضطر نحط ميل، واجمالا بتفلوا على البيت بميل يلي هو حيضل من 2 ل5 ايام حسب كم حقنة بخار عاملين وقد حجم البروستات. ولكن هيدا الميل اجمالا فيكم تروحوا فيه على المكتب، او اذا عندكم شي شغله صغيره تعملوها. يعني المهم تعرفوه انه ما بيحكمكم تضلكم بالبيت، ولكن الحركه تبعكم بدها تكون بطيئه مع الميل. شو في تحضيرات ممكن شخص يعملها قبل الريزيوم؟ اهم شيء اذا بتاخدوا دواء بسيل الدم، هيدا الدواء لازم يتوقف الا اذا حكيمكم طلب منكم ما يتوقف، لانه اجمالا بنوقف ادويه السيلان الا بحالات استثنائيه. طبعا مثل ما قلنا بتيجوا على الريق ما نكون اكلين شيء، وعلى الريق يعني حتى كمان ممنوع تكونوا مدخنين الصبح ولا اخدين لا فنجان قهوه ولا شيء. اغلبيه الوقت ممكن نطلب منكم تاخدوا حبه انتيبيوتيك قبل ما تيجوا، هيدا شيء مسموح يتاخد مع كبايه مي صغيره بس لتكونوا اخذتوا الدواء مش اكتر. وامنوا على طول شخص يردكم على البيت، لان اذا اخدين تخدير لو بسيط بنفضل ما تكونوا انتم سايقين.
كيف واحد بيتعافى من بعد الريزيوم وشو ممكن تنتظروا بالايام من بعد البروسيجر؟ اول شيء بدكم تعرفوه في ميل بده يكون محطوط من يومين لخمسة ايام، لانه هيدا الميل حيساعدكم تقدروا تبولوا، لانه اول فتره البروستات حتكون ورمانه واجمالا هالشيء بسبب حصر بالبول. من بعد اليومين لخمسة ايام بنسحب الميل، واكيد اول فتره حتحسوا حريق وانزعاج بالتبويل. هالحريق والانزعاج اجمالا بنعالجه بادويه بسيطه مثل بانادول او اشياء مسكنات خفيفه. بهيدا الوقت بتكونوا بعدكم عم تاخدوا دواء البروستات، اذا كنتوا بتاخدوا دواء لتضخم بروستات الحميد قبل العمليه، لان هالشيء اجمالا ما بيتوقف الا بامر من حكيمكم، بنخليه تقريبا 3 ل 4 اسابيع من بعد بروسيدور الريزيوم. ممكن تتوقعوا دم بالبول اول فتره، ولكن هيدا دم كميات خفيفه بس بلون البول كله احمر، مشان هيك ما تعتلوا هم، هيدي منا كميات كبيره وتفكروا حالكم انه عم تنزفوا. شغلي كمان كتير مهمه، تخلوا الحركه تبعكم بطيئه. فيكم ترجعوا على الشغل ولكن ما يكون شغلكم بيتضمن تعب او مجهود كتير. اذا شغل مكتب او شغل بسيط ما بيتضمن مجهود، هيدا شيء مسموح من بعد يومين ثلاثه بعد العمليه او من بعد شيل الميل. في اشياء بتزعج البروستات نحن بنفضل تتفادوها اول فتره، لان حتزيد الانزعاج بالتبويل اللي هي القهوه، شرب كحول، حتى في انواع شاي كمان ممكن تضر، والحر والبهارات. مثل ما قلنا بتخلوا الحركه خفيفه، ويوم بعد يوم حتشوفوا بتحسن كل يوم بعد يوم لحد ما توصلوا للشهرين لثلاث اشهر تاخذوا النتيجه النهائيه. ونحن على طول موجودين، اذا الشخص بده شيء موجودين لاونلاين كونسلتيشن بنعملها، اذا الشخص برات لبنان او لكونسلتيشن عندنا بالعياده بنعملها اجمالا 3 ل 4 اسابيع من بعد البروسيجر، لنشوف اذا الشخص بعد عنده انزعاجات. شو حسنات الريزيوم؟ حسناتها انه اول شيء ما بدها غرفه عمليات، ما بدنا بنج عام او بنج نصفي. المهم كتير انه منحافظ على السكشوال فانكشن، يعني من ناحية جنسية اجمالا ما في اي تأثير. حسب الدراسات ما شفنا اي شخص صار عنده ضعف جنسي من بعد بروسيجر ريزيوم، وكمان 90% من الحالات منحافظ على الأزف. وهون كمان كتير مهم الطريقة كيف بينضخ البخار لما نأثر له على الأزف للمريض. اجمالا اذا بتاخدوا دواء تضخم حميد للبروستات رح يتوقف من بعد شهر من العمليه، وبترجعوا على الاكتيفيتي تبعكم الطبيعيه، يعني على حياتكم الطبيعيه من بعد جمعه من البروسيجر، يعني من بعد اسبوع. ولكن اذا شغلكم شغل بسيط وما بده مجهود، في شخص يرجع على مكتبه من بعد يومين ثلاثه، هي منا مشكله. البروسيجر لو ريسك، يعني اجمالا ما فيها خطر لان ما عم نستعمل بنج ثقيل. اجمالا اذا في شويه دم بنضل نشوفه على فترة أسبوعين ثلاثة، وهيدا شيء منه خطر أبدا. أهم شيء تعرفوه إنه ريتريتمنت ريت، يعني حسب الدراسات 95% من العالم ما رجعوا اعتازوا بروسيجر تاني ريزيوم إلا لبعد 5 سنين. ولكن إذا الشخص اعتاز يرجع يعمل ريزيوم مرة تانية، هيدا شيء بينعمل ومن دون أي خطر. إذا بدنا ملخص بسيط عن البروسيجر، العملية أو التقنية هي تقنية سهلة، effective، بتعطي نتيجة وآمنة. شو هن عوارض جانبية أو المضاعفات اللي ممكن تنتج من الريزيوم؟ المهم تعرفوه إنه ما في تقنية بالعالم ممكن شخص يعملها ما تأثر أو يكون ما عندها مضاعفات أبدا، ولكن الحلو هون إنه ما في مضاعفات خطرة ممكن تنتج من وراء الريزيوم إذا انعملت بطريقة مضبوطة. أبرز عوارض جانبية هن حريق بالبول، دم بالبول، ممكن يضلوا أسبوعين لثلاث أسابيع من بعد العملية، ولكن مثل ما قلنا هودي اشياء الدم حيكون بكميات قليلة وما حيأثر على حياتكم اليومية. ممكن كمان نشوف التهابات بالبول بتصير، وهذا الشيء بيتعالج بأنتيبيوتيك. في حالات قليلة ممكن يصير في حصر بول لأن احنا ضخينا بخار وبتورم البروستات، ولكن هيدا حصر البول حيصير بشكل مؤقت. أكتر شيء ممكن ينعمل إنه يرجع ينرد الميل كم يوم وبيرجع إنه ينشال ليكون خف التورم يلي سببوا البخار. أهم شيء تعرفوه إنه ما في شخص صار عنده مشكلة انتصاب شديدة من بعد تقنية ريزيوم، والأزف ب90% من الحالات بضل. ممكن عند بعض العالم نشوف كمية الأزف تخف ولكن ما رح تروح بالمرة،
وأغلبية الوقت هالكمية اللي خفت من بعد 6 أشهر من التقنية أو من الإجراء بيرجع القذف. اشياء نادرة ممكن تصير هي تضيقات بالمجرى، هيدي شيء قليل ليشوفوا كمان بيتعالج. اهم شيء تعرفوه انه من ناحية الجنسية او الانتصاب هيدا الشيء ما بيأثر ابدا. نسبة نجاح الريزيوم وقديه الناس ارتاحوا من بعد هيك تقنية. المهم تعرفوا في شيء اسمه IPSS سكور لنقدر نقيس بشكل واضح قديه الشخص ارتاحوا العوارض عنده. هال IPSS سكور هو عدة أسئلة بنعطيهم للمرضى بيجاوبون قبل التقنية ومن بعد التقنية. 50% من العالم تحسن الاي بي اس اس سكور عندهم، يعني العوارض خفت عندهم. في عنا كمان شغلة كتير مهمة اللي هي الكيو ماكس. كيو ماكس يعني ضغط زخم البول أو قوة زخم البول. عند 40 ل 60% من العالم صار زخم البول أحسن. وكمان الكواليتي اوف لايف قديه الشخص عم بيكون مرتاح. في عنا حوالي 60% تحسن بالكواليتي اوف لايف تبع الشخص، لانه ما بقى عم بيقوم بالليل كتير على الحمام وبحس حاله اريح بالنهار. 1 ل 10% من العالم بس بنضطر نخليهم او نرجع نردهم على الدواء كرمال يكونوا مرتاحين. ريتريتمنت ريت يعني لنضطر نرجع نعمل ريزيوم مرة تانية، هني هودي كانوا اقل من 5%، يعني عندنا نسبة نجاح 90 ل 95%. هيدي شغلة بتفرجي قديه التقنية ناجحة وبتعطي افيكاسي، واهم شيء انه ما بنأثر على الحياة الجنسية. في كتير اشخاص بيسألوا عن كلفة هيك عملية. المهم تعرفوه انه الريزيوم صارت متوفرة وين ما كان وصارت معروفة باغلبية بلدان العالم. هيدي التقنية عم تتغطى من اغلبية جهات الضامنة المحلية والانترناشيونال. اجمالا من ناحية الكلفة، لانه كلفتها قريبة على غير عمليات واوقات بتكون اوطى من كلفة غير عمليات بروستات، جهات الضامنة عم بأمنوا لها كفرج شامل، يعني تغطية شاملة. ليش بنصح بالريزيوم؟ اجمالا بنصح بهيك تقنية لانه عوارض جانبية تبعها خفيفة، ما بتتطلب عمل جراحي، ما فيها اي جرح، الشخص بيرجع على حياته الطبيعية من بعد كم يوم، واهم شيء انه المرضى بيكونوا مبسوطين من بعد هيك تقنية. لمين بننصح ريزيوم؟ بننصح العالم يلي مزعوجين عندهم انزعاج من تضخم بروستات الحميد، والدواء يا عم بيكون زعجهم او ما عم بيكون كافي ليسيطر على الانزعاجات يلي عندهم اياها. كمان بننصح فيها للكبار بالعمر واللي ما بدهم ينزلوا على غرفة عمليات لما ينزلوا ياخدوا خطر البنش. كل هودي الاشياء بتفرجينا قد ايه الريزيوم ممكن تساعدنا بس ننقي الشخص المناسب لنعمل له هيدي التقنية. اذا عندك عوارض تضخم بروستات حميد او ما بدك تكمل على الدواء، احكي حكيمك، استشير حكيمك وشوف اذا انت مناسب لتقنية الريزيوم. ما تستحوا بهيك عوارض وتخلي العوارض تبطئ لكم حياتكم. اهم شيء اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وحطوا لي بالكومنت شو في اشياء بتحبوا نحكي عنها لنعمل فيديوهات لاحقة.